هل كنت تعرف ان اللي اخترع الواي فاي كانت ممثله اغراء؟ ولا هي مش سلمى حايك ولا حاجه. هيدي لامار كانت نجمه هوليوود في الاربعينات، الكل كان شايفها ايقونه جمال، لكن محدش كان يعرف ان عقلها بيشتغل ولا احسنها مهندس عبقري. في عز الحرب العالميه الثانيه امريكا كانت في سباق مع الزمن عشان تكسب الحرب، وكان عندها مشكله قاتله. الجيش كان بيستخدم التوربيدات، ودي ببساطه كانت صواريخ بتضرب من سفن او غواصات تحت الميه في اتجاه الهدف. المشكله بقى ان التوربيد ده كان بيتوجه باشاره لاسلكيه، والعدو كان ممكن يشوشر على الاشاره اللاسلكيه دي، فكان التوربيد ممكن يضيع في البحر او ان هو حتى يضرب نفسه. هيدي لامار بقى بالتعاون مع مؤلف موسيقي اخترعوا تقنيه سموها القفز الترددي. فكرتها ان الاشاره اللاسلكيه دي كانت بتتنقل ما بين ترددات بسرعه رهيبه جدا، فمحدش يلحق يلقطها او يشوش عليها. التقنيه دي كانت متقدمه جدا لدرجه ان هي بقت اساس الواي فاي والبلوتوث والجي بي اس دلوقتي. البلوت تويست فين بقى؟ الجيش الامريكي طنش الاختراع بتاعها وراح قنش على اخر الزمن ممثله اغراءها اللي هتعرفنا شغلنا. روح استوري نفسك الاول بس يا ولاء وتعالي كلميني. وفي النهايه زي ما انت شايف كده العالم كله بقى معتمد على فكرتها. يعني تخيل معايا كده لو الست دي كانت ضيعت وقتها في فيديو من فيديوهات الميك اب او فيديو من فيديوهات جيت ريدي ويز مي، ما كانش زمانك بتشوف الفيديو ده اصلا. وبس كده.